كيفاش حنختار الروتين الصحيح للعناية بالشعر حسب نوعيته؟ هذا هو عنوان فيديو اليوم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة مليحة. كما عودناكم كل نهار نتناولوا موضوع. كنا ديجا في فيديو سابق حكينا على أنواع الشعر وكيفاش نقدروا نعرفوا نوع شعرنا بدقة. اللي ما شافش هذا الفيديو ننصحوا أن يشوف هذا الفيديو، حنخليكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. أما بالنسبة لليوم، بعد ما قدرنا نعرفوا نوعية شعرنا، وصل الوقت باش لازم نعرفوا كيفاش نهتموا بشعرنا، الروتين الصحيح والعناية الصحيحة بكل نوع شعر. كما شفنا في الفيديو السابق بلي انواع الشعر تنقسم الى 4 انواع. كاين 4 انواع تاع الشعر اللي هما ستريت، الويفي، كيرلي والكينكي، وكل واحد فيهم عنده 3 انواع اللي هما الA والB والC. طبعا الفيديو تاع اليوم راح نحكيو فيه كيفاش نقدر انه نهتم بكل نوع من الشعر وكيف نهتم به، وتكون الاهتمام تاعي يكون اهتمام صحيح 100%. اهداف الفيديو هذا هي بسيطة جدا، لأنه حنعرفوا من هذا الفيديو على نقاط القوة اللي هي نفسها نقاط ضعف كل نوع من الشعر. الحاجة اللي لازم نبازيو عليها في الاهتمام بنوعية شعرنا. ثاني، الزيوت المعتمدة، لأنه كاين أنواع لازمها زيوت خاصة نعتمدوها. أوسو نوعية الشامبو اللي هي ممكن أنها تبني الشعر وممكن أنها تدمر نوعية شعرنا. آخر حاجة حنشوفوها هي تصفيف الشعر، وشو الكيفية الصحيحة باش نصفف شعري. بدون إطالة، إذا مش مديرة لايك ديري لايك واشتركي في القناة وخلينا نبداو في الموضوع. أول نوع من الشعر هو ستريت. هذا النوع يمتاز ميزات خاصة شفناها ديجا في الفيديو السابق. هذا النوع هو نوع خفيف من الشعر، بالتالي الهدف تاعنا راح نبازيو على ابراز الكثافه تاعو. يعني باش نبرز شعري ويكون شعري واو بيرفكت لازم نركز على الكثافه. سو على هذه ما نستخدمش زيوت، لانه شعري ديجا راهو مدي عندك فورم هابطه، الفورم تاعو تكون مليحه بزاف وما تكونش فوضويه. فعلى هذا ما نستخدمش زيوت، لانه ديجا شعري ما يحتاج زيوت لانه مغذي بالطريقه الكافيه. ولكن المشكل تاعو هو انه يتصل بسرعه. سي بوغ سا واش راح نديرو، حنعتمدو على الشامبو اللي يكون فيها الطين العلاجي، لانها تخلي شعري انه يبقى نظيف لفتره طويله. اون بليس لازم غسلة الشعر يكون من 2-3 مرات اسبوعيا باش نضمن انه يبقى نظيف وما يدليش فيه عندك القشره. باش نضمن 100% انه مش راح يكون فيه قشره، لازم انه نديرو تقشير فروه راس مره اسبوعيا. هذا الشعر نقدر انه نصفو بالحراره عادي، لانه مش حتفسد لافورم تاعو ومهوش حساس بزاف للحراره، يعني موش هش ومش ينكسر بسهوله. النوع الثاني هو النوع الويفي، هو نوع عنده فورم اكثر من النوع الاول. هذا ايضا حنحاولوا انه نعتمدوا على ابراز الكثافه تاعو. راح نعتمدوا على الشامبو اللي يكون مكتوب فيها في 2، يعني كي نجيو نشريو شامبو نلقاو بلي كاين شامبو مكتوب فيها في 2 اللي تكون شامبو وابخي شامبو، يعني شامبو وبلسم، لان هادو الشامبو حتحافظ لي على نظافه الشعر بالاضافه انها تحافظ على ترطيب الشعر. وطبعا اذا لقينا انه الشامبو تحتوي على فواكه فهذا الشيء راح يكون مساعد اكثر. يعني كاين فواكه بزاف نقدروا نلقاوها مثلا بالفراز ولا باي نوع تاني راح تساعد لشعري اكثر. الزيوت اللي نقدروا نستخدموها راح تستخدم فقط على الاطراف، لانه ديجا الشعر ما يحتاجش بزاف زيوت، يكون مرطب. بالتالي حنستخدم بعض الزيوت على الاطراف اذا شفناها انها اطرافنا تجف. الزيوت هي زيت الخردل والعنب. لو هذا حيكون شويه حساس الحراره، بالتالي كي تحاولي تجفيه حاولي تجفيه عندك بالهواء البارد وخليه شويه رطب، يعني كي تجفيه ما تجفيهش 100%، خليه يكون شويه سارد. هذا الشيء باش تحافظي على ترطيب الشعر، لانه ممكن يكون عرضه للجفاف. النوع الثالث هو النوع الكيرلي، يكون فيه خصل جميله جدا، يعني نقطه قوته هي ان نحاول نبرز هذا الخصل. بالتالي هذا النوع راح نحاول نعتمد على ابراز الخصل تاعو من خلال واش نعتمد على زيوت اساسيه. اهم زيت بالنسبه لي هو زيت الارغان. زيت الارغان يعاون بزاف نوعيه الشعر الكيرلي. بالاضافه انه كي نعتمدوا على شامبو نعتمدوا على شامبو خالي الكبريتات، على لانه الشامبو موجود فيها الكبريتات حتعرض شعرنا للجفاف والتقصف. السويسه لازم تكون حريريه،
ونحاولوا اذا قدرنا انه نشريو هذوك لي بوني اللي يكونوا حريريين تاني باش نحافظوا على الخصل تاعنا ونمنعوا التقصف. التجفيف حيكون طبيعي وبالهواء البارد. وإذا حبيتي الخصل يبرزوا بشكل أكبر فحاولي أنك تعتمدي على قصة شعر تكون متوسطة إلى قصيرة، لأنه كل ما كان شعرك أقصر كل ما الخصل الكيرلي ظهرت أكثر. آخر نوع هو النوع الكينكي. هذا النوع أيضا يحتاج زيوت لأنه هذا الشعر يكون معرض للجفاف. الغسل تاعو ما يكونش بزاف لأنه كما قلت لكم يجف بزاف وما يتوسخش بسهولة. لازم تعتمدي على بلسم، لازم يكون عندك بلسم يساعد نوعية شعرك. مرات انك تغسلي شعرك كما قلت لك مره او اثنين اكثر شيء في الاسبوع لانه شعرك معرض للجفاف. وبالتالي كنصيحه مني انه مره في الاسبوع بلي شعرك بالماء وحط عليه بلسم دايركتلي وخلي البلسم هذا 10-15 دقيقه، بعدها شلي شعرك بالماء وخلي شعرك يشيح طبيعيا. هذا الشيء حيساعد بزاف نوعيه الشعر تاعك. نوصيك بعدي على الحراره لانه نوعيه شعرك تكون حساسه بزاف ليها، اما اتركي شعرك يجف طبيعي او جفيه بالهواء البارد. هذا كان كلشي بالنسبه لفيديو هذا اليوم. اذا عندكم اي استفسار متنساوش انكم تخليوني كومنت. اذا حابين نحكيو على نوع اون ديتاي اكثر فخليو لنا تعليق باش نقدروا نعرفوا اكثر نوع حابين انه نحكيو عليه. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.